بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ربنا يا رب يشفي كل مريض ويفك حاجة كل محتاج ويفك كرب كل مكروب يا رب، اللهم امين. وما يوقعناش في دقيقة ابدا يا رب، اللهم امين. ويصلح حالنا وحال عبيده يا رب. تعالوا بقى النهاردة مع بعض كده نعمل حاجات جميلة. تعالوا طبعا بقالنا كتير ما عملناش محشي، ماشي. وعندي طبعا اختي جوزي وعندي سلفتي، فتعالوا بقى ايه نعمل كده مع بعضينا بسرعة بسرعة، ايه حبة محشي زي العسل. طبعا احنا هنا جايبين بتنجان ابيض وبتنجان اسود. البتنجان الابيض انا جايباه ب8 جنيه، يعني كيلو وربع ب10. والبتنجان الاسود انا كنت جايباه كيلو ونص ب10، كان ارخص طبعا. تمام. في كل حتة بقى غير الحتة، يعني بيفرق ايه، مثلا من منطقة لمنطقة طبعا بيفرق 2 جنيه 3 جنيه، مش مشكلة. تمام، بس ربنا يديمها علينا كده ويفضل كده يا رب، اللهم امين. انا بحب البتنجان جدا وبحبه محشي، بحب بقى اطلعه كمان احمره كده بيبقى زي العسل. تمام، هنقور بقى البتنجان، هسيبهم هنا يدعكوا في التقوير لان انتوا عارفين طبعا اللي الدراع وجعني. وهقوم بقى انا ايه اعمل الصلصه بتاعتي. تمام، واحضر حاجتي، اغسل فراخي، اشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا عشان ايه اوريكم النهارده عاملين، يعني عاملين ما شاء الله، عاملين حاجات جميله وعاملين حاجات متنوعه. ويا رب يكون ان شاء الله باذن الله تنول اعجابكم، ويكون الفيديو دوت ايه يعني خفيف عليكم ان شاء الله. تمام كده. ايه طبعا انا بحب البتنجانية تبقى منورة كده، في ناس تانية بتحبها ايه تبقى فيها شوية لحم شوية. فقلت لهم خلاص اللي يحب بقى حاجة يعملها، ايه اعتبروا البيت بيتكم. طبعا انا بهرب، ايوه لازم انا اهرب، عشان انتوا عارفين طبعا البتنجان وتقويره ورخامته بحبه جدا، بس بكره تقويره بصراحة. وافضل اعد فاضل قد ايه، فاضل بتنجانية 2 3 4. اه والله امي كانت تقعد تقول يا بنتي اسكتي ما تعديش، خليها بالبركة. اقول لها لا، ما انا زهقت تعبت من زمان وانا ما بحبش تقوير البتنجان بصراحة. بس انا اللي كنت بعمله برضه عشان كانت والدتي تعبانة برضه، فما كانتش برضه ايه بتقدر تقوره برضه. يلا بينا بقى، تعالوا معانا ايه نشوف هنعمل ايه تاني. وطبعا بقى جينا جينا هنا طبعا، معلش انا اسفه والله بعتذر تعبانه شويه. جينا هنا طبعا الفراخ طبعا غسلناها كويس بالخل. لا بالخل لا، انا ما بغسلش بالخل، كل مره اقول بالخل وبعد ارجع اقول لا مش بغسل بالخل. انا بغسل بالليمون، بغسل بالملح، بغسل بالسكر، بغسل بالكمون. لو عندك حبه جنزبيل عايزه ترشيهم عليها ماشي، بس طبعا بما ان الجنزبيل غالي مش هنحط جنزبيل، خلينا في الكمون. والله والكمون غالي برضه، بس يلا ما علينا. المهم ايه طبعا زي ما انتم شايفين كده قطعت الليمون، رشيت الملح، رشيت حبة سكر، رشيت حبة كمون. تمام، ادعكم في بعضهم كده. اكون طبعا منضفاها تماما ومطلعه كل الحاجات اللي احنا بنطلعها، انتوا عارفين طبعا، وعارفين طبعا ان انا بقص الضفر بتاعها وبشيل اي حاجه برضو شلتها قدامكم انتوا حافظين يعني. فاطلع بقى كل حاجه، اقطع كل حاجه واقوم بقى ايه دعكاها بليموني وبسكري وبملحي وبحبة كمون كده. تمام، واقوم ايه سايباها تتنقع مع نفسها، تاخد وتدي كده مع نفسها لغايه ما تقولي خلاص انا نضفت. انتوا عارفين طبعا انا عندي ياسس في الفراخ، وافضل اغسلها مره واتنين وتلاته. طلعت هنا بقى مواعيني اللي خايفه عليها لحد ياخدها من ورايا، اللي كنت مخبياها. ايوه مخبياها، مش المواعين دلوقتي اي حد يقولك اديني حله، اديني صينيه، اديني مش عارفه ايه. لا طب وليه؟ خبي مواعينك يا بت، مش ضامنه بكره في ايه. خبيها، خبي المواعين. انا احب الالمونيا وبعشقها،
طلعتها كلها كده، غسلتها شطفة كده خفيفة. وطبعا بقى بعد ما طلعت مواعيني اللي خايفة عليها، شطفتها شطفة جميلة كده، هي زي الفل نضيفة زي ما انتوا شايفين كده. عملت ايه، خدت اول حلة كبيرة، ورحت طبعا حاطة المية على النار مع بصلاية مع جزراية مع طماطماية مع الفلفل الاسود مع الجنزبيل مع القرفة مع حبة كمون صغيرين خالص، شعرة كده اهو، بتضيع الزفارة من الفراخ. الكمون بيضيع الزفارة من الفراخ وبيديها طعم حلو كده. ماشي، قلت فلفل اسود وطبعا حبهان، ورق لورا، وسبتها بقى كده في الحلة مع بعضها. رحت سبتها لغاية اما غلت. وبعد ما غلت يا حبايب قلبي، صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا ايه، اذكروا الله كده وصلوا على النبي، لا اله الا الله. سبتها بقى طبعا لغاية ما غلت، ونزلت بيها على الفراخ زي ما قلت لكم. وبعد كده غطيتها يعني كتمتها بالغطا. وبعد كده بقى طبعا طلعتها، انا ما سلقتهاش، انا خليتها غلت غلوة والتانية والتالتة، ورحت قافلة على طول. لما بقى قفلت على طول كده، رحت مجهزة مصفتي، ورحت معرياها قوام، عشان طبعا ما تتهريش. ما انتي ممكن تبقي مديها نص سلقة وتفضلي مغطياها، تبصي تلاقيها استوت واتهرت منك. لا، طب ما احنا لسه هنسويها تاني، لان انا هعملها ايه، هعملها كنتاكي، هتبقى احسن من كنتاكي ان شاء الله. قولوا ان شاء الله، قولوا ان شاء الله، قولوا اذكروا الله كده، وقولوا استغفروا ربنا، استغفروا ربنا، وقولوا لا اله الا الله. تعالوا بقى ايه، عشان ما ننساش موضوعنا. هنقوم ايه، طبعا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنقوم محضرين مصفتنا زي ما قلت لكم، وهنجيب المقصوصة بتاعتنا، وهنقوم بقى ما شاء الله نصفي ونطلع، نحط فين، في المصفى، والمصفى تبقى تحتها طبق كبير. تمام. ونصفي ونطلع في المصفى، ونصفي ونطلع في المصفى. صفينا وطلعنا في المصفى كله تمام التمام. مش هنرمي شربتنا، لا، امال هنسقي محشينا بايه، هنسقي محشينا بالشوربة الجميلة دي. على فكرة المحشي اي محشي عامة بيحب الفراخ اكتر من اللحم، عشان تبقوا عارفين، يا الفراخ يا البط. عايز تعملي محشي بطعم حلو وريحة جميلة، يا الفراخ يا البط. وفي وسط التسوية كده، تقومي رامية فيها بالصلاة على النبي حتة زبدة كده جميلة من الفريزر بتاعتك. شوفي بس كده، انت مخبية حتة زبدة على جنب كده، على جنب على ناحية اليمين دي، هتلاقي فيها حتة زبدة كده مخبياها. هتقومي قطعة منها بالسكينة بالصلاة على النبي، وتقومي ايه، حطها جوه ايه، حلة المحشي. ده في نص السوا، مش لما يستوي خالص، لا. المهم عشان ما نرجعش من موضوعنا، هنصفي الفراخ كده بالصلاة على النبي يا حبايبي. طبعا احنا شلنا الكبد والقوانص، خبيناها برضو زي ما كنا مخبيين الحلل كده. وبرضو الرقب والحاجات دي هنديها بقى للعيال ايه، تاكلها بألف هنا والشفا، يلا على قلبه. تمام. بس الكبد والقوانص بقى انا خبيتها زي ما قلت لكم كده، بعد ما يمشوا بقى، ها، ابقى انا اكلها لوحدي، انا وبنتي حبيبتي. لكن هم يقعدوا كمان ياكلوا كبد وقوانص، لا، ده كمان اللي ناقص ياكلوا كبد وقوانص. المهم يا حبايب قلبي، ما عليه. طبعا ايه، انا كده خلاص صفيت كل الفراخ زي ما انتوا شايفين كده اهو. هقوم بقى عامله ايه يا حبايبي، حطاها، يا اما طبعا مش هينفع في التلاجة، اهو اقول لك انا تحطيها فين، حطيها تحت الشباك، بس تبقي عارفه ان الشباك ده مش هينزل ترابايه، لان الفراخ هتلقط اي حاجه، هتيجي تقوم محمراها، هتقوم مقرمشه تحت اسنانك، تحس ان فيها تراب. فايه، حرصوا برضو ايه من الحته دي. تمام. انا بقى حطيتها طبعا تحت الشباك بتاعي، او في البلكونه كده على جنب، مش تحطيها في البلكونه تحت السور، لا، في البلكونه من جوه كده، وتسيبيها المهم ايه، تتهوى خالص وتنشف من هوا. تمام يا حبايبي. وتعالوا بقى يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه تاني، يلا ورايا تعالوا. وهنا طبعا يا حبايبي بعد ما طلعنا الفراخ تتهوى،
نصلي على النبي كده ونذكر الله. بعد ما خليناه كده حطيناه زي ما قلت لكم قدام البلكونه او على الرخامه بقى، وتفتحي الشباك. تمام، لازم تشمع بالهوا كده وتبقى كويسه. وبعد كده طبعا ايه بقى، تعالوا بقى، هي طبعا كده ايه بتشمع، سايباها تشمع قدام البلكونه، هتنشف خالص خالص من الشوربه اللي فيها. وبعد كده بقى تعالوا بقى ايه نشوف هنحضر الخلطة بتاعتها ونعمل ايه. يا حبايبي صلوا على النبي واذكروا الله، لا اله الا الله. ربنا يا رب يفك ضيق كل متضايق، ويقضي حاجة كل محتاج، ويفك كرب كل مكروب يا رب، اللهم امين. ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين يا حبايبي يا رب، اللهم امين. اهم حاجة تطلعيها في صينية واسعة كده زي ما انتوا شايفين، عشان الصينية الواسعة تهويها، متحطهاش على بعضها تعجن وتستوي. احنا قلنا عايزينها كده بتشد عشان لسه تنزل في الزيت. وهنا طبعا بقى حطينا بقسماط وتبلنا البقسماط بتاعنا، او طبعا تجيبي فيجيتار، جبت فيجيتار على بقسماط على حبة دقيق، وحطيت على جنب كده بيضتين. بقيت احط في البيض واطلع البقسماط، وبعد كده اطلع من البقسماط احطه في البيض، وبعد كده اطلع من البيض احطه في البقسماط، لغاية ما الحمد لله عملنا الكمية كلها. وبعد كده طبعا هننزل بقى ايه، هنحضر الزيت بتاعنا يكون غزير ويكون قوي، يعني نعلي عليه خالص على الاخر، النار بتاعته تبقى قوية. وبعد كده طبعا ايه هقوم بقى منزلاه في الزيت طبعا. بس انا الاول بعد ما اخلص خالص هجيب بقى كيس، وهجيب علبة بلاستيك او حلة او اي حاجة زي ما تحبي بقى الفريزر بتاعك ياخد ايه، واقوم حاطة العلبة فيها من تحت كيس، واقوم رصة الفراخ عشان ما تتعجنش، واقوم حاطة عليها كيس، واقوم رصة الفراخ، واقوم حاطة عليها كيس تاني زي ما انت عاملة، وعلى قد ايه الكمية بتاعتك. ماشي يا حبايبي، صلوا على النبي واذكروا الله. ما تنسونيش بدعوة حلوة في الكومنتات، واعملوا لايك. وطبعا بقى كده احنا خلاص خلصنا بقى ايه الكمية بتاعتنا كلها. هنقوم بقى طبعا زي ما انتوا شايفين كده محضرين بقى الكيس والعلبة البلاستيك، والرص بقى فيها، ونحط شوية في الفريزر. يعني انا بيتها، انتي بقى ممكن تحطيها ساعتين 3 تبيتيها، يعني على حسب. لو انتي ما عندكيش وقت خليها ايه ساعتين، مش مشكلة، مش هيجرى حاجة يعني.
الفيجيتار بتاعنا لو دلع شويه بنحط له حبه ملح، مش دلع بتسيبيه زي ما هو كده. تمام. تعالوا بقى ايه نحضر الزيت بتاعنا ونقليها ايه نشوف هنعمل ايه. طبعا يا حبايبي هنا بقى اهو حضرنا الزيت ونزلنا بيه على الفراخ بعد ما باتت يوم كامل. وبكده بقى يبقى الفيديو بتاعنا خلص. ربنا يا رب يجعل عندنا دايما الخير وييسر لنا الخير دايما ويبعد عننا الشر يا رب، اللهم امين. ويصلح حالنا وحال العباد يا رب، اللهم امين. وبألف هنا وشفا يا حبايبي على قلب كل اللي هياكل لقمة ان شاء الله. ربنا يا رب يصلح حالنا وحال عبيده يا رب يا رب، ويفك كربنا وكرب كل مكروب يا رب، يوسع رزقنا يا رب، اللهم امين يا رب يا رب. ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب.